السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة بأحسن حال. النهاردة كده هنعمل صينية كفتة بالبطاطس أو صينية بطاطس بالكفتة جميلة جدا إن شاء الله كده تعجبكم. حاجة كده رائعة. معانا المكونات: معانا لحمة مفرومة، معانا هنا برضو بصلة كبيرة مفرومة، معانا هنا 7 بهارات، بابريكا، فلفل أسود، ملح، ومعانا كده بطاطس متقشرة متقطعة دواير، ومعانا برضو بصلتين متقطعين دواير. هنركن كده دول الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نجيب المكون اللي هنشتغل بيه. يبقى لحمة مفرومة حوالي كيلو إلا ربع. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده عليهم بالبصلة المفرومة كبيرة، هننزل كده عليهم بالسبع بهارات والبابريكا والفلفل والملح. طبعا كده ومعانا شوية كزبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ نخلط المكونات دي كده كويس. طبعا نخلط كده كل المكونات كويس جدا لغاية كده كله ما يندمج مع بعضه. طبعا كده بايدينا عجنة كده حلوة كأننا كده بنعجن اي حاجة. شايفين كده كل المكونات بدأت كده تختلط مع بعض. طبعا كده معانا اللحمة كده خلاص جاهزة. هنركنها كده على جنب. لا مش هنركنها، هنجيب كده الطبق بتاعنا نفسه كده اللي كان فيه البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده نشتغل في اللحمة بتاعتنا. نبدأ كده نعملها دواير كده، أقراص شبه أقراص الطعمية. طبعا بالشكل ده. ونركن كده في الطبق. ناخد كده قطعة تاني. طبعا ونركن كده. طبعا كده هنعمل كل كمية اللحمة بنفس الطريقة لغاية لما نخلص كل الكمية. خلاص شكلنا كل كمية الكفتة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب كده البطاطس والبصل. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كده نحط واحدة بطاطس، واحدة لحمة، وبصلة، والجنب التاني كده بطاطساية. نعملهم كده جنب بعض. قطعة لحمة، قطعة لحمة كده تاني، بصلة، بعد كده بطاطساية، بعد كده لحمة تاني، بعد كده بصل، حط كده بطاطساية، شايفين كده احلى واجمل كده صينية كفتة بالبطاطس. قطعة لحمة كده تاني، بصل، طبعا كده برضو بطاطس، طبعا كده لسه مخلصناش الصينية بتاعتنا.
هنروح كده على النار ونعمل لها كده تسبيكة جميلة، تسبيكة طماطم عشان نكملها. بس كده الاول نكمل راس. طبعا كده خلاص رصينا كده الصينيه بتاعتنا. دلوقتي هناخدها وهنروح نعمل لها تسبيكه الطماطم اللي احنا قلنا عليها. طبعا كده الاول عشان نعمل التسبيكه، بسم الله الرحمن الرحيم، جبنا كده حله وفيها معلقه زبده زي ما انتم كده شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا كده 6 طماطمات كبار شايلين منهم القشر، وضربينهم كده في الخلاط ومنعمينهم. هي دي التسبيكه بتاعتنا، مش هنضيف فيها كده بصل ولا اي حاجه لان احنا حاطين بصل في الصينيه وبصل في الكفته طبعا. نبدا كده ننزل عليهم بشويه فلفل اسود، شويه كزبره، نص المعلقه كده توم بودره، سنة ملح كده مش كتير عشان بس احنا مملحين طبعا الكفتة، ملحها ما يزيدش مننا. طبعا كده بس معلقة صلصة كده مش مليانة بس تدينا كده لون جميل. هنخليهم كده يغلوا غلوتين وبعد كده ننزلهم في الصينية ونشوف هنكمل ازاي. طبعا كده التسبيكة بتاعتنا جاهزة خلاص كده تمام. طبعا كده الصينيه بتاعتنا، طبعا كده قرن فلفل حامي قسمينه كده نصين، لو حابه تضيفيه ضيفيه، مش حابه تضيفيه خلاص. بس احنا كده حاطينه صحيح عشان ما بيحبش السبايسي يشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده التسبيكه بتاعتنا. طبعا كده احنا معانا الفرن سخنه، هندخل فيها كده الصينيه بتاعتنا تستوي. طبعا كده عبال صينيه الكفته والبطاطس كده بتاعتنا بتستوي وتبقى جميله. احنا هنجهز كده شويه رز بالشعريه انما جمال جدا. معانا كده حله طبعا فيها كده سمنه زيت، اللي حابه تشتغلي بيه. ننزل كده الشعريه الاول بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب كده كل ما هدين النار عشان كده الشعريه طبعا خاينه بتستوي بسرعه وبتتحمر، ممكن كده تتحرق منك لو مش واخده بالك منها ومركزه معاها. طبعا كده ونقلب باستمرار. كده هنعمل عشوة او غدا كده جميلة جدا ومش هنسخ فيها اي مواعين كتير وهتشوفوا بنفسكم. ادينا كده بنقلب، لسه كده ما وصلناش للون المطلوب. طبعا كده لسه كده هنغمق اللون كده سنة تاني عن كده. طبعا كده اللون مظبوط معانا. هننزل كده الرز. طبعا الرز بتاعنا كده نضيف ومتنقي ومغسول. انا كده دايما لما بعمل الرز بالشعريه بعمل كده كميه الرز قد كميه الشعريه لاني انا بحبها كده، يعني كوبايه رز قصاد كوبايه شعريه. لو حابه كده تعملوا كوبايه رز ونص شعريه براحتك على حسب ذوقك اللي تحبيه. طبعا كده معانا ميه سخنه بتغلي. طبعا كده يا دوبك كده الميه تكون عقله صباع فوق الرز بتاعك، ما تكترش ميه عشان كده ما يعجنش منك. ننزل كده رشه الملح، لو حابه كده تحطي مكعبات مرقه برضو براحتك اللي تحبيه، بس انا كده مش حابه اضيفها يعني. طبعا كده هنغطي على الرز ونهدي كده النار ونسيبه يستوي براحته. طبعا كده خلاص الرز بتاعنا كده استوى وجميل كده ومفلفل. طبعا دلوقتي هنشوف صينيه الكفته بالبطاطس وهنخرجها من الفرن وهنشوفها مع بعض. شايفين كده احلى واجمل كده صينيه كفته بالبطاطس او بطاطس بالكفته زي ما انتم كده شايفين، حاجه كده جميله جدا وفي منتهى الجمال. شايفين كده الرز بالشعريه، يعني الصنفين دول جنب بعض كده مش محتاجه اي كلام تاني كده، حاجه كده جميله جدا. جربوها بالطريقه دي سهله كده وسريعه جدا. طبعا كده ومستويه، شايفين كده سوى البطاطس، شايفين دايبه جدا كانها زبده كده يعني. جربوها بالطريقه دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.